بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذنك يا رب هنعمله مع بعض وصفة كده سهلة وبسيطة وكله بيحبها كبير وصغير. هنعمله مع بعض المسقعة المصري على طريقتي، على طريقة أهالينا زمان. حاجة كده بجد بجد حاجة اقتصادية مشبعة مغذية وحاجة تفتح النفس. يلا بقى بينا. بس قبل ما تخشوا الفيديو ما تنسوش تحطوا لي اللايك، تشتركوا لي في القناة، تكتبوا لي تعليق حلو كده، تفجروا لي كده الفيديو بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى، احنا جايبين النهاردة مع بعض البتنجان. بسم الله ما شاء الله. لما تيجي تختاري البتنجان المكبب، اختاري كده البتنجانة ما شاء الله الطويلة الفرعة زي ما انتوا شايفين كده، تكون لسه بتلمع كده وطازة. تكون بسم الله الرحمن الرحيم لما تيجي تضغطي عليها بصباعك كده تعلم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة ما هتيجي تشيل الحتة اللي انا بشيلها من تحت دي، تبقى الفتحة بتاعتها كده طويلة مش صغيرة كده. انتي بتختاري البتنجانة بتاعتك بسم الله ما شاء الله، بتبقى طرية مش مرة مش مبزرة، بتبقى البتنجانة كده تبقى تحفة من جوه وبيضة وقشطة كده. تمام يا حبايبي، انا هنا بقشر البتنجان. طب انتي مش عايزة تقشريه ما تقشرهوش، دي راحة شخصية. انا بحب اقشره وبحب اديله الشكل ده. ساعة ما باجي بقطعه بيبقى عطيها شكل جميل جدا. بس لو انتي مش عايزة تقشريه براحتك. طبعا البتنجان بسم الله ما شاء الله مش عشان هو رخيص مش مغذي، بل بالعكس ده مغذي وفيه نسبة فيتامينات عالية وحديد عالية. تمام يا حبايبي. هنا بقى انا بحب اقطع البتنجان زي ما انتوا شايفين كده دواير، ويعني مش رفيعة، فيها سمك حلو كده عشان لما تتقلى وتنزل في الصلصة ما تتهرش منك وتطلع البتنجانة يعني الخرطة بخرطتها زي ما بيقولوا، مش مهرية. وعشان بقى البتنجان بتاعك ما يشربش زيت، هتيجي ما حطاه في مصفى زي ما انت شايفة كده، وهترشي عليه رشة ملح، وهتسيبيه يصفي المية بتاعته كده. البتنجان عمره ما يشرب معاكي زيت ويبقى خفيف وجميل. لا، قطعت بقى البتنجان تاني اللي معايا. انت ممكن تعملي على على حسب يعني افراد اسرتك. انت يعني هتعملي الكميه اللي انت عايزاها. هنا زي ما انتوا شايفين هرش بقى رشه الملح، وهسيب البتنجان بتاعي يصفي الميه بتاعته. هنا بقى قطعت عليهم كام فلفلايه كده خضرة، بتديها طعم جميله جدا، بتديله نكهه جميله جدا، بتفتح ريحه الطاجن. وطبعا يعني مسقعة مصري ما تحلاش غير بقرنين تلاتة شطة كده حراقين كده حلوين. مش عايزة تقطعي الفلفل ما تقطعهوش، بس انا عندي ولادي آه بحب اغفلهم الحاجة كده عشان ياخدوا اللقمة كده ما يحسوش بيه. طبعا الفلفل برضو فيه نسبة فيتامين عالية. هناخد بقى كل ده ونشطفه نديله شطفة تانية. البذر هنشيله البذر ده هو كمان برضو عشان ما يطرطش مننا في الزيت. اللي هنا قرون الشطه بعد ما غسلتها عطيتها فتحه عشان ما تطرطش منك في الزيت. هنا بقى تعالى نعمله مع بعض. الصلصه صلصتي دي بتبقى جميله وريحتها جميله. انا هنا ما بحبش ادق الثوم. بحب اعمل بقطعه كده بالسكينه زي ما انتوا شايفين كده مربعات صغيره. لو انت عايزه تدقيه براحتك، بس يعني جربي ان انت ما تدقيش الثوم وتخرطيه زي ما انا بخرطه كده خرط صغيره. اولا المسقعه بتاعتك بتبقى خفيفه جدا، طعم الثوم مش طاغي فيها، خفيفه بتاكلي منها ما بتشبعيش. تمام يا حبايبي. هتقطعي كام فص توم حلوين كده. المسقعه بتحب الثوم. هنحط معلقتين زيت بقى كده حلوين وعلى النار. هنشوحه بقى التوم لغايه لما التوم بتاعي يصفر كده وياخد لون وريحته تطلع كده معايا، تفحفح معايا كده وريحته تطلع جميله. سرحانين زي كده كالعاده وما نزلتوش حطيتولي اللايك. يلا يا حبايبي انزلوا كده وانتوا بتتفرجي على الفيديو حطي لي لايك. مش بفلوس يا جماعه، اللايك مجاني. حطوا لي لايك عشان الفيديوهات بتاعتي ترفع كده وتعلى معاكم باذنك يا رب. هنا بقى التوم زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله اصفر. هو هيتحرق منك هيمرر على طول.
بصوا يا دوبك اللون بقى ايه، خد اللون الاصفر الجميل كده. هتطشيه بقى ايه بمعلقتين خل حلوين كده. والله العظيم احنا اكلاتنا دي تحفه. احنا بقى اللي بنعمله بجد من الفسيخ شربات بجد، يعني من اقل حاجه بتعملي احلى اكل. طب انتي حطيتي ايه توابل في المسقعه بتاعتك؟ في صلصه المسقعه معلقه كمون صغيره، معلقه يعني معلقه كزبره ناشفه، ربع معلقه فلفل اسمر، رشه ملح، رشه سكر. بس كده. يبقى تاني: رشه ملح، رشه سكر، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، ربع معلقه ايه فلفل اسمر. هتسيبيهم بقى ايه يتسبكوا، بس مش تسبيكه جامده. يعني انا عايزاها نص تسبيكه. تمام يا حبايبي. هنا بقى زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، انا بقلي البتنجان بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. بتنجان ما شاء الله بالشر زيت، حاجه كده تحفه. لو مش عايزه تقليه ممكن بمعلقتين 3 زيت تسخنيهم وتشوحوهم في طاسه تيفال او تدخلوهم في الفرن. بس صراحه يعني انت لما بتدي الحاجه حقها كل منها بكميه صغيره، بس هي يعني دي الحاجه لما بتتعمل صح بتبقى تحفه. انا يعني بجد بحب اعمل كل حاجه زي. وممكن تاخدي طبق صغنن كده وتاكلي، مش لازم ان انت تغضي زيها في الاكل، بس صراحه هي المسقعه بتبقى تحفه. بصوا بقى انا هنا خلصت كميه البتنجان قليتها كلها اهي. هحط بقى شويه صلصه كده في ايه في ارضيه الطاجن بتاعتي، وهترصي بقى البتنجان بتاعك. حاولي بقى تظبطي الشكل كده بصوا. انا بجد بجد عايزه اقول لكم ان الطاجن ده بجد ما استناش من طعمته، كان طعم جدا جدا جدا. الصلصة كانت مظبوطة على الشعرة. الطاجن كان تحفة تحفة تحفة. ولادي والله وجوزي بقى مبسوطين بيه جدا. ولسه يعني هقول لكم كمان في اخر الفيديو ممكن تعملي معاه ايه. يعني هو ممكن كده مع بطاطس مقلية هتاكليه كده لوحده. إيه، ممكن كمان تعملي معاه كشري اصفر من اللي هو الكشري الاسكندراني، وتاكليه كده وتغمسي بيه، بيبقى حكاية يا بنات والله بجد. اه، مصطفى ابني بيقول لي الكشري الاصفر احنا بنحبه بيه. اه. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، دخلته في الفرن. بصوا طالع بقى بيبقبق كده، وحاجه تفتح النفس بجد. حاجه كده تحفه تحفه تحفه. بصوا تحفه. هنا بقى الشوربه انا ما بقى عندي بيبقى عندي شوربه ما برميهاش، بمسكها اصفيها واعبيها في اكياس وادخلها في الفريزر. لما بعوز بعمل اكلات زي ما انتم شايفين كده، بطلع كيسه شوربه، اسخنها على النار، احط لها معلقه صلصه حلوه كده او ابشر لها طماطمايه، احط عليها رشه ملح رشه فلفل اسمر وواحده مرق الدجاج. تمام. اسخنها واطلع بقى بكيسه ملوخيه. انا طبعا مخزنه الملوخيه، بطلع من كيسة ملوخية من الفريزر وهي مجمدة على الشوربة السخنة. أول ما أنزل الملوخية بتاعتي بوطي النار خالص، أسيب الملوخية بتاعتي تفك على نار هادية جدا جدا جدا. الملوخية بتاعتك هتفك، مش هتسقط منك في الحلة. مش هتسود زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله الملوخية خضرة اكنها لسه معمولة حالا والله. الملوخية دي انا مخزناها مفرزة. بصوا خضرها تحفة. بعد بقى من الملوخية بتاعتك ما بتفك وتدوب كده، بتطفي عليها وتيجي عامله لها ايه، جايبه معلقه سمنه بلدي كده وحاطه فيها فصين 3 توم مدقوقين. اول ما التوم كده تحس ان هو دخل على اللون الاصفر الفاتح، بتنزلي بمعلقه كزبره ناشفه تشوحيهم كده تشويحتين وتطشي بيهم الملوخيه. تطلع معاكي تحفه. وحمرت معاهم شويه بطاطس مقرمشين كده. وده كان غدايا النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه يا أغلى.